أخونا فهد أيضا سأل يقول بالنسبة لبعض الناس ما يصلي الوتر مع الإمام، إذا جاء الوتر ترك الإمام خرج من المسجد، وهو يريد بذلك أن يؤخر الوتر إلى نهاية إلى آخر الليل. هو مجتهد لكنه أخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الذي خرج قبل أن ينصرف الإمام لم يكمل مع الإمام، فحرم الخير يا أخي. الحمد لله، صلي معه يا أخي. فإذا قام لصلاة الوتر قم وصلي معه، فإذا سلم فقم واشفع صلاتك، يصلي ركعة إضافية زائدة فتكون شفعا. ثم إذا صليت آخر الليل فتختم صلاتك بالوتر. صحيح أنه لا يشرع الإنسان أن يوتر مرتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. لكن كما قلت تصلي معه، فإذا سلم من الركعة الأخيرة من الوتر تقوم أنت وتشفعها بركعة ثانية فتكون شفعا، ثم توتر آخر الليل. جميل.